سابق فريق اطلس 05 لكرة القدم النسوية الفقيه بن صالح، وكنشغل المنصب ديال النائب الاول للبطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية في المغرب. من غير التعاطي الرياضة يعني عندي هوايات كثار، يعني بحال مثلا هاد التحف القديمة اللي كنهتم بها بزاف، كذلك النقود القديمة ولانيير تليفونيك، يعني داك الدليل الهاتف عندي تقريبا من ديال 1959 1960 هكذا حتى لدابا. بالنسبه لهاد التحف عندي تقريبا اقدم تحفه تقريبا هذا الهاتف ها هو اللي كيرجع تقريبا لسنه 1930. هذا 1930. عندي هاد التحفه ديال هاد المصوره قديمه اللي كترجع للاربعينات والخمسينات، هاد آلة التصوير. كاين هاد الهاتف اللي كيرجع للعمر ديال يعني السنه ديال 1941، غير ما غاديش يبان لكم هنا، ولكن في الاول كان اي حاجه قديمه كانت بالخشب. هذا الهاتف 1941. من بعد كاينين هاد الهواتف، يعني كاين هذا اللي جا من بعده ها هو، كاين هذا اللي شي شويه ستوندار هذا طويل، هادو كلهم يعني هواتف قديمه. جا من بعده هذا الهاتف هذا اللي هو كنسميوه حنا مانيفير، والاخير تقريبا اللي عاشته ولا داك كاين هذا ديال هذا ميكروفون قديم تقريبا كيرجع للسنوات ديال 1900 و 1940 1950. هذا ميكرو حتى هو اللي كيرجع ما بين الستينات الاواخر ديال الستينات، ميكروفون. عندنا هذا المانيتوفون اللي هو قديم بزاف، اللي كيرجع تقريبا للاربعينات وراه خدام باقي شغال. كاين مانيتوفون اخر ولكن في واحد ديكور اخر حتى هو نفس السنوات، يعني قبل ما تخرج الكاسيط، قبل ما يخرج يعني التورن ديسك، يعني كان هذا هو الاول، هو اقدم. بالنسبه للنقود القديمه اللي كنتوفر عليها يعني الورقيه، وعندي حتى النقود يعني اللي كترجع لعهد مولاي اسماعيل. هادو النقود المغربيه القديمه، كاين هذه اللي تقريبا 1941 ديال البنك المغرب، هذه حتى هي ديال الاربعينات، نقود مغربيه. هادو حتى هما كاع كلهم نقود ديال الاربعينات والثلاثينات او الخمسينات. كاين اللي باقا في الجوده ديالها اللي باقا جديده، وكاين اللي تاكلت مع المده. هنا اللي كنلاحظوا في هذه النقود القديمه اللي كترجع ل 41، كنلاحظوا ان فيه هذاك القصبات ديال اي تحدو اللي كاينين في المناطق ديال ورزازات. هادو النقود ديال الاربعينات هادو كاملين. كاين هادو ديال محمد الخامس، هادو النقود ديال محمد الخامس. هادو ديال نقود الحسن الثاني، يعني 100 درهم. هذه باقات لهنا راه باقا كاينه. هذه ديال النقود ديال الحسن الثاني، 5 دراهم الحسن الثاني، 10 دراهم الحسن الثاني، 10 دراهم 20 درهم الحسن الثاني، 25 درهم. هادو كيخرجوا غير في شي مناسبات ديال محمد السادس. 20 درهم محمد السادس هادو كيخرجوا غير في المناسبات. هذه 50 درهم اللي فيها 3 ديال الملوك، محمد السادس الحسن الثاني محمد الخامس. هذه 50 درهم. وهنا كتظهر هنا ديك قلعه مريديل اللي كاينه في النواحي ديال ورزازات. وهذه 10 دراهم القديمه ديال الحسن الثاني. من بين النقود القديمه اللي كنتوفر عليها هادو ديال العربيه السعوديه،
تا هما هادو نقود قدام. هادو نقود المانيه، يعني في عهد قبل ما يكون هتلر. هادي فاش كانت تصابت المانيا تصابت بواحد الازمه وصدر واحد العدد كبير ديال النقود بحال اللي كانوا كيتلاحوا، ما بقاتش عندهم القيمه ديالهم في الدوله الالمانيه بسببها باش جات هذيك الثوره ديال هتلر. عندي هنا واحد نقود هما قديمه كاملين. كاينه واحد ها هي، هذه 50 قرش ليبيه، المملكه الليبيه، المملكه الليبيه يعني قبل ما تكون جمهوريه في السنوسي. هذه حتى هي واحد العمله قديمه جدا اللي كتخص ليبيا. وهادو ديال العربيه السعوديه حتى هما كلهم قدام. من ايضا عندي هوايه ديال الطوابع البريديه. هادو الطوابع البريديه اللي نادره، هادو طوابع بريديه في عهد الحمايه الفرنسيه على المغرب. هادو هنا طوابع خاصين بمغفور له محمد الخامس، اللي كاينه بعض المرات كترجع حتى ل 1959. هذا الى هنا الا شفتو مزيان، هادو في الحمايه الفرنسيه. هادو طوابع نادره، هادو في الحمايه الاسبانيه، الحمايه الاسبانيه على المغرب. هنا كتلقى فوق كترى مكتوبه مارويكوس ماشي ماروك، يعني الحمايه الاسبانيه. هنايا ملي كنجي نشوفوا ها هما طابعنا مكتوبه فيه طابع طنجه، يعني فاش كانت مستعمره دوليه. هذه مستعمره طاهيه مكتوبه طونجي فاش كانت مستعمره طنجه من طرف الاسبان. هنا الى طونجي ديال تحت الحمايه ديال الانجليز، وكاين هادو ديال الحمايه الالمانيه. هادو طوابع نادره جدا مكتوبه في الطابع افني، يعني سيدي افني فاش كانت تحت الاستعمار الاسباني. ها هي افني. هنا وكاين قبل هذا كاين واحد الطابع ديال مولاي الحسن بن هادو الحمايه الاسبانيه. قلنا هادو الطوابع ديال سيدي افني. وهنا الطوابع ديال المملكه المغربيه في عهد الحسن الثاني اللي كاين اللي كيرجع للعهد ديال التامبر، كتلقاه في 1967. وهادو القبائل اللي يعني مشرفينهم في الطوابع البريديه، طوابع سوس، زمور، الريف. يعني واحد كاين هذا ديال المخزاني يعني الحرس، يعني كاين واحد يعني واحد الجماليه اللي كانت هذيك الساعه، كانوا ديك الطوابع اللي كيشرفوا حتى القبائل. هادو طوابع اللي هي نادره. هتلر ها هما، هادو ديال هتلر ها هما، يعني طوابع ما كنظنش انها موجوده. ها هو كاين هنا داك بومبيدو، كاين التمبر عاوتاني ديال مصر ديال فاروق، الملك فاروق. يعني ما استطعتش باش نشوف مزيان هذا. كاين اقدم طابع بريدي اللي عندي هو هذا ديال غران بريطان ديال الانجليز 1887. هذا هو اقدم طابع عندي، هو هذا 1887. وبحكم انني كنهتم هادو طوابع هنا ديال منظمه فتح الفلسطينيه قبل ما تكون السلطه الفلسطينيه. هادو ديال منظمه فتح. الاهتمام ديالي ديال الكره احتفظت بشي طوابع اللي هما نادره ديال كره القدم ديال جيس فونتين اللي بحال توفى هذه تقريبا الاسبوع الماضي. ها هو مكرمين هنا في طابع باردي جيس فونتين. وكاين هذا اللي هادو كاملين ديال 1970. هذا كيمجد كاس العالم اللي كان دارت في اسبانيا. هادو مقابلات اللي كانت في 1978 في لاكوب دي موند ديال الارجنتين اللي المانيا مع النمسا. هنا كامبيس بالفينال مع هولندا، هنا النمسا مع المانيا. هذا بيكنباور، ها هو هذا بيكنباور، واللي امامه كريف. هذا كيمجد كاس العالم ديال 74. هنا عندي واحد جوج منتخبات ديال كاس ديال المانيا. المنتخب الالماني اللي فاز بكاس العالم لاول مره اللي كانت دارت في تقريبا في سويسرا
خدا هذاك. وهذا كيمجد المنتخب الالماني اللي لعب في 78 في الارجنتين. هادو طوابع يعني المتفرقه. عندنا هنا واحد الطابع، ها هو هذا ديال المملكه المغربيه اللي كيحمل كاس العالم ديال ما عرفتش اش المناسبه، واش ديال 74 كنظن، ديال 1974. يعني كيمجد كاس العالم اللي كانت في المانيا. يعني هاد التحف اللي شفتو، يعني هادشي راه قليل بزاف، راه عندي اكثر من هادشي هذا كامل. ويعني انا كنفكر ان شاء الله الرحمن الرحيم باش ندير واحد المتحف ونعرضه على العموم. وكنتمنى كاع الا كان شي حد باغي يجي يشوف من اي مكان هاد التحف اللي عندي مثلا حتى صور ديال محمد الخامس اللي كتأرخ هذيك الفتره ديالو، وبالخصوص هذيك الصوره اللي كيظهر فيها في القمر، لان كاين عدد ديال المغاربه اللي كيجهلوا هذيك العمليه، كيفاش ان الصوره ديالو ظهرت في القمر، وان المستعمر منع على المواطنين انهم يعلقوا الصور ديال محمد الخامس، لانها نفوه باش يجيبوا سلطان اخر ولا يجيبوا حاكم اخر. المغاربه بحكم الحب الكبير ديال محمد الخامس انهم رفضوا هذه العمليه، وبدا كيقولوا المستعمر بلي ان راه حنا السلطان ديالنا محمد الخامس ولا كيبان لنا في القمره، يعني كمقاومه. ولكن كاين اللي ما كيعرفش هذا التاريخ هذا. وانا مستعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نستعمل ان شاء الله واحد المتحف، واللي بغى يجي مرحبا به. وكنظن غادي نرحل نهز هاد الشنطه اللي كتعود حتى هي الخمسينات تقريبا، ربما راك شفتوها في تيتانيك بحال هادو هما الشنطات اللي كانت يستعملوا. وعندي كبر منها تقريبا اللي كتعود حتى هي السنوات الخمسينات، يعني كبيره بزاف، وتحف اخرى. ومرحبا اللي بغى يجي يشوف عندي هذا المدى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو معنا في لاشين فانسبو، وتتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.